الاعتراضات بقى على الساحل الشمالي. طب اشتري دلوقتي؟ طب الاسعار بقت مبالغ فيها قوي، اشتري ليه؟ في فرص استثماريه فعلا. فانا عايز ابتدي باخر حاجه، عايزك تقتنع تماما، وهو investment opportunity never end. الفرص الاستثماريه لا تنتهي. اي حد يقنع حضرتك اخر فرصه استثماريه موجوده دلوقتي اي حضرتك لازم تشتري وبتاع، ما تخليش حد يضغط عليك في ان دي اخر فرصه استثماريه، ولكن ان ثبت سعر في الفرصه الاستثماريه اللي نازله النهارده، لان مليون في المية السنه اللي جايه لو بتكلم على الساحل الشمالي هيبقى في فرصه استثماريه برضو. يعني ايه بقى فرصه استثماريه؟ مشروع بيج نيم نازل بفيرست لونش، نازل باسعار ابتدائيه، نازل بتايبس حلوه قوي، نازل بماستر بلان قويه، نازل بمساحه بنائيه قليله فلاندسكيب واريا كتير، نازل بعدد فيلات اكبر من عدد شاليهات، نازل تمام. دي معنى فرصه. ما انا ما قارنش مشروع ماستر بلان بتاعته عامله كده في عمق، عامل كده يعني عرض قليل جدا وعمق طويل جدا، ونازل باسعار اتراكتيف جدا، زيرو مقدم على 10 سنين وبتاع، واقول لك دي فرصه استثماريه. الفرصه الاستثماريه مش بالسعر يا استاذي يا فندم، ما تتغرش بالسعر والبيمنت بلان وتسيب الاهم، تسيب اللي هيبيع لك العقار وهو البرايم لوكيشن، وهو الديفلوبر نيم كريديبيليتي وسابقه اعماله وصيانته، وهو اليونت تايب جوه المشروع. ما تسيبش الاهم وتروح تبص على هدفع قليل واقسط كتير وبتاع، وممكن يعني ممكن ما تتباعش، وان اتباعت هتتاخر في بيعها. ومين اللي هيبقى اسرع؟ تعال قارن معايا دلوقتي كده، تعال قارن في التجمع الخامس ايه الحاجات الريسيل اللي موجوده. هايد بارك عشان بقاله 15 سنه ساكن، مطلوب ريسيل جدا. المراسم فيفث سكوير يا نهار ابيض على الريسيل بتاعه، واكس وواي وزد من المطورين اللي هم من ضمن 100 مطور في التجمع كذا. تعال معايا كده الساحل الشمالي، هتلاقي مين اللي مطلوب تطوير مصر. لافيستا مطلوبه ريسيل، بالم هيلز قديم مطلوب ريسيل، فاسيندا وايت وغيره. مشروع حلو اتباع كسر الدنيا، ديفلوبر نيم، ماستر بلان، فوت برنت، غيره مطلوب ريسيل. لا قيس استثمارك بقى من فضلك بقى على كده، ما تقيسش استثمارك على حد يقنعك. بقول لك ايه حضرتك، مساء الخير، زيرو مقدم على 10 سنين، التو بيدروم ب 12.5 مليون. يا نهار ابيض، اسم انا مش عايز اقوله يعني. 12.5 مليون دول انا اجيب لك باقل منهم بحد اقوى منه جدا. وانا يا جماعه مش ببيع هنا وببيع هنا، ومطلع على كل المشاريع وحافظ كل المشاريع عشان اقارن لحضرتك ماستر بلان لماستر بلان طبعا. فايه مصلحتي ان انا ارفض ليك شراء هذا المشروع؟ هو اللي انا بقول لك عليه ده. محدش هيتحمل الغلطه غيرك يعني الفلوس، انت اللي هتدفع الفلوس. اوكي؟ فاسمع لاراء، مش بقول لك ما تسمعش، اسمع لاراء ناس كتير شاطره ومحترمه، وخلي بالك وانت بتسمع الاراء من حاجه زي اللي انا اديت لك بيها مثال دي، ماربي. يا راجل حضرتك ماربي ب 10 سنين وشرحت لك ليه موضوع الاسعار ما زادتش وبتاع. الاسعار بتزيد ازاي؟ تعال افصصها لك، تعال اقول لك، اقعد معايا في اداره الكوست كنترول بتاعت اي مطور، تمام؟ في المكتب اهو انا وانت قاعدين مع بعض، يلا يا جماعه هنطرح مشروع ماربي، يلا بينا. المشروع كام فدان؟ 680 فدان. حلو قوي. يعني انا قادر انزل بالفيرست لونش باسعار تنافسيه، اسحب القوه الشرائيه ليا شويه، خصوصا ان انا بن لادن المراسم، خصوصا ان انا الناس شافتني في مصر، مش هقول لك بره مصر، ونتباهى بيها في مشروع فيفث سكوير وكسر الدنيا. فيلا بينا. فنزلنا بالتو بيدرومز من 10 ل 12 مليون لو تيبيكال على حسب البرايم لوكيشن، على 8 سنين 5%، بعد 3 شهور 5%. المشروع فيه سelection، يعني بيعملوا استعلام امني على البطايق وبتاع. فالكوست كنترول دي، انا اسف ان انا خرجت من الماء، الكوست كنترول دي بقى بتقول لك ايه؟ بتقول لك طيب احنا 680 فدان عايزين نسحب الناس لينا بمشروع مراسم الجديد وبتاع، يلا بيع اول مرحله بهذه الاسعار. يلا 680 فدان، ونزل بشريحه كده فوق، سواء فيلات او شاليهات، نص الماستر بلان قبل ما يفتح الاكستنشن الثاني. فبيبتدي يسعر اول مرحله عشان لسه عنده 680 فدان هيعلي فيهم السعر. فاكيد
الزياده اللي هتحصل السنه دي، لان هو فتح السنه اللي فاتت، مش هتكون بالخمسة 6 مليون. انت فاهمني؟ ليه مش هتكون بالخمسة 6 مليون؟ عنده 680 فدان لسه. عنده 680 فدان لسه، فلسه فيهم برايس ابريشيشن من 10 الى 15% او 15 الى 20%. هتقعد تزود 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 ببطء. 680 فدان، غير لما اقول لك مشروع 200 250 فدان. نزلنا باول فيز، اتباعت السنه اللي فاتت، السنه دي بسعر تاني خالص، تشتريها ب 14، السنه دي ب 18. دي زياده كبيره قوي عشان المشروع صغير. الكوست كنترول بتقول لك ايه تاني؟ بتحط نسبه بريميوم، ده شيت اكسل مربوط عندهم بنسبه التميز. بيقول لك الوحده دي بحري غربي، لان الساحل الشمالي البحر بيجي غربي، اي حاجه سكني البحر بيجي شرقي، شمال شرقي. فاليونت دي بحري، شايفه وايد لاجون، شايفه سي فيو، التايب نفسه مميز جدا. 2 بيدروم لوفت مثلا، تقسيمتها لطيفه، كورنر مثلا جنب المبنى، 2 بيدروم جراوند، بتاخد اعلى بريميوم. فانا احط لها اعلى نسبه بريميوم. لو اي نقطه من اللي انا قلتهم دول نقصت، نسبه البريميوم هتقل. طب اعلى نسبه بريميوم يعني تاخد سعر اعلى، طب تقل شويه يعني السعر يقل شويه. هو ده الفرق ما بين سعر وسعر في اليونت. فانت لو خدت الفيرست فيز، او لو خدت السنه دي حتى يونت اعلى بريميوم، وجيت لقيتها السنه اللي جايه، او لقيت نفس المساحه في نفس سعرك او اغلى من سعرك مليون 2 مليون بس، قارن باللي انا بقول لك عليه ده، هتلاقي اليونت مش هي مش هي لان يا جماعه تجربه بقى، تجربه شخصيه. كل النقط اللي انا بقول لك عليها دي لما تحققك في يونتس باعتها، نازله السنه دي بزياده 3 مليون جنيه. فادي التسعيره، ادي التسعيره بتاعت الموضوع. فغرض هذا الفيديو قبل ما ابتدي اكمل تنزيل الفيديوهات اللي بعد كده، يعني انا هبتدي من بعد الفيديو ده بالمراسم، ينزل يا النهارده يا بكره بالتفصيل بقى زي ما عودناكم كده على بالاربع مشاريع اللي فاتوا اللي نزلناهم. بس كان واجب ان انا اتكلم مع حضراتكم بهذا المنطلق، لان ممكن احنا نكون بنقول كلام وبنبني كلام وحضرتك تسمع رأي تاني لا تتأثر الا بالوقائع اللي موجودة في السوق، والا بالسابقة اللي انت تشوفها بعينك لهذا المطور اللي هتشتري معاه. وهتلاقي كل فيديوهاتي من ساعة لما انا طلعت هي بيزد اون النقاط دي فقط، مش بيزد اون وجهة نظر الشخصية. والله ما ده الهدف. هو الهدف مع حضرتك انك انت تشتري لنفسك. ايه رايك بقى؟ هتشتري لنفسك ازاي؟ لما يكون عندك النولج از باور، لما يكون عندك المعلومه، فتقدر هنا تميز لا انت كلامك غلط للراجل اللي بتسمعه، او والله ده انا عندي معلومه فلانيه ركبتها على المعلومه بتاعتك وشفت مشروع على ارض الواقع وسمعت اراء الناس، لا انا اصدق الراجل. فيديوهات بعد كده. شكرا لحضراتكم جدا، والناس اللي بتسالني، والناس اللطيفه اللذيذه المحترمه اللي بتقعد تقول لي انت كلامك رائع وشكرا لردودك علينا. ويا فندم شكرا ان حضرتك بتسمعني وبتثق في وجهه نظري اللي هي مطابقه لوجهه نظر السوق. وشكرا لحضراتكم جدا على الفيدباك العظيم اللي بيجيلي منكم، والمكالمات العظيمه اللي بتجيلي من حضراتكم. شكرا ليكم جدا، واوعدكم هبذل الفول باور والاقصى، وهعمل ابديتد ريسيرش على السوق في الديستنيشن اللي هنتكلم فيها اكتر واكتر، اكون اب تو ديت معاكم لاي تغيرات بتحصل زي ما عودتكم ما قبل الريل استيت. اي تغيرات بتحصل سواء اقتصاديه او معلومه او بتاع مؤثره على العقار، صدقني هبذل الاقصى والاقصى مجهود لايصال المعلومه الادق. يا رب يجعلنا من الناس اللي بتوصل لحضرتك المعلومه الادق الغير مبنيه على مصلحه شخصيه نهائي. شكرا ليكم، ونستنوا ان شاء الله فيديو مارباي المراسم الساحل الشمالي راس الحكمه كيلو 191.